جرحي طاب، والقمر خلاني عيني بنص الليل وغاب، والقمر خلاني عيني بنص الليل وغاب. غزالي غزالي طاب جرحي طاب، والقمر خلاني عيني بنص الليل وغاب، والقمر خلاني عيني بنص الليل وغاب. ولك يسلم لي هالصوت يا ربيعة، يا أحلى صوت بسمعوا بيها الطبيعة. بس يا حسرة بهالوقت ما في سميعة. الحق بإيدك لأنه صوتك جاي من المدينة مو من الضيعة، وأنا لو خيروني شغلك بشغلك يا مطربة يا مذيعة. فظاعة على جواباتك شو سريعة. المهم هلأ طمنيني شلون الببو ببطنك، وإمتى رح أشوفه ملقح على حضنك؟ قريبا إن شاء الله، كلها كم أسبوع. إيه إن شاء الله تقومي بالهنا وتجيبي لنا هالضنا، ويربى إن شاء الله بعزك ويرضع بإذن الله. الله يسمع من تمك ويديمك فوق راسي يا حمدي. أي بس بصراحة يا حمدي أنا مستتقلة كتير وعم بتعذب، وبخدمة هالبيت الكبير عم بتغلب، لأنه معلومة كل بيت بده كناسة وبده قلط وبده قيم وبده حط وبده مرة ب7 رواح مثل القط. يا ستي الله يكرمني ب10 أولاد منك بين صبيان وبنات حتى ياخدوا كتف عنك ويعينوني بهالحياة. وبدك الحق يا ربيعة مو مصدق امتى اشوف هالولد حتى يحمل اسمي ويكون لي سند، لاني انحرمت منه 20 سنة، والمسكينة اللي قبلك ما تركت وسيلة لحتى تحبل، بس صحتها ما ساعدتها وكل ما لا تدبل هيك لحتى. الله يرحمها، شو جاب سيرتها هلا؟ بس إذا كان هذا أول ولد إلي ونفسي ماله طالع، لكن شو بدي يصير بحالي لما يهل الشهر التاسع؟ والله الحق بإيدك يا بنت الحلال، بيتنا كبير وبده ركض وخدامة، ايه هديار لحالها بسوق الهال، بقى إذا اشتكيتي ما عليكي ملامة. وصدقيني يا ربيعة يا ما حاطط حالي بمطرحك وخايف لا سمح الله تطرحي على غفلة أو التعب يسطحك، ومن فزعي وهلعي عليكي يا من تراني عم حذرك وانصحك. ما بتتذكري لما جبنا الخروف على العيد كيف ربطته بالحمام حتى ما ينطحك؟ بلا بتذكر. روح يا حمدي، إلهي لا يحرمني منك ومن لهفتك يا حق، ويخلي قلبي كل ما اطلعت فيني بنظرة يدق بصدري دق. هذا واجبي حبيبتي، واجبي قدامك وقدام ربي، وكتير عيب على شيبتي اهمل ام ابني يلي من صلبي. يعني يلي صاير فيني يا ضو عيوني اني معتبرك مرايتي، وصايرة لروحي الفرحة ولعمري البسمة ومنظرك الجميل تسلايتي. شو بدي اقلك يا ربيعة لأقول؟ خايف دق العيار تقولي عني منافق، بس اليوم حابب سمعك كلام ما خطر على بال مراهق. يعني شوفي ربيعة، أنا إذا بدي غني لك بغني لك يا مالكا قلبي، وإذا بدي غازلك بقول يا خاطفا لبي، وإذا بدي أدعي لك ببتهل وبقول خلصها بالهنا يا ربي، وإذا كنت بريدك بتوسل إلهي خليها بالجنة جنبي، وإذا كنت مسرور منك بتمنى تلزقي فيني ودربك يكون دربي، وإذا كنت مخلص لك بتمنى موت فداكي وأقضي نحبي، وإذا كنت مو مصدقة كلفيني بشي غرض وجربي. تقبر عظامي يا حمدي على هالطلاقة وعلى هالبحث، منين بتجيب هالكلام؟ لأنه بصراحة أنا سخسخت وحابة أحط راسي على إيدك ونام. هذا أنا يا ربيعة، هيك الله خلقني، والمولى بعد اسمه دابب حنيتك بضلوعي، ورغباتك محققة غصب عني، وموضوعي بعتبره موضوعي. تسلم لقلبي يا حمدي، أنا ما بعرف أحكي مثلك، بحبك وغير هيك ما عندي. طيب شو رأيك إذا جبت لك شي صانعة تعينك بهالأيام الصعبة، بتجلي عنك وبتمسح لك وبتطبخ لك وبدك كبة؟ هلا عم تحكي عن جد ولا بدك تضحك على عقلي وتهز لي بدني؟ وليش حتى أضحك على عقلي؟ بعدين بدنك مو لقيان هز، أصلا كان عندكم صانعتين ببيت أهلك، يعني أنت معودة على العز. حمدي مشان الله جد عم تحكي؟ بتصور عربي عم بحكي مو تركي. ولك تقبرني يا حمدي ما أحلاك، بعمري ما رح أنسى لك هالمعروف وما رح أنساك. لك تسلمي لقلبي يا ربيعة ما أحلاكي، وبصراحة يلي دابحني عيناكي. إيه هلا روح على شغلك وغب لك شوية عن وشي. يي صحيح حمدي، شو بتريد أطبخ لك؟ تحب الكوسة المحشي؟ من إيديكي بس. تسلم إيديك ابن عمي. لا بلاها كلمة ابن عمي، ناديلي من هلأ ورايح أبو حامد، لأنه هيك ناوي يسميه إذا الله رايد.
طيب ليش ما عم نسميه ربيع؟ حلو هالاسم كتير وصبياني. مو بس حلو بديع، بس أنا إلي هدف تاني. شو هالهدف؟ يا ستي الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الأسماء ما عبد وحمد، وأنا من هالمنطلق والله أعلم حابب سميه حامد. والله إذا كان هيك قال النبي العدنان أنا ما بقدر خالف، وطالما أنت حابب هالاسم كمان رح أخلي إذني عليه توالف. الله يبارك فيكي شو مطيعة وصاحب الدين وتقوى، وينصر دينه يلي سماكي ربيعة، لأنه الربيع بوشك ضوى. طيبونا للطيبات ابن عمي. شو قلنا نادير يا أبو حامد؟ مو لحتى أتعود عليه، حاسس توبت بنجامة. ماشي الحال. طيب بدي أسألك، إذا أجتنا بنت بتنقهر لأنها بنت؟ إيه لا كان زعلي ولا كنت، إذا من هدية الله زعلت. لك تقبر قلبي ويسلم لي لسانك، يلي بيعجبني فيك إيمانك. طيب شو بدنا نسميها؟ بدي اسم هيك حرك. يا ستي رح اترك الاسم إليك. طيب شو رأيك باسم رابعة؟ أنا ما بتهمني الأسماء، يلي بيهمني إنك تقومي بالسلامة، بعدين بدك تسميها رابعة فليكن رابعة. رح أقوم إن شاء الله بالسلامة، إذا جبت لي الصانعة. بيصير خير إن شاء الله. خاطرك هلا، أنا رح أوصيلك اللحام والخضري على الكوسة واللحمة. بدك شي تاني؟ لك أنت بس قولي بدي. شو بدي؟ إيه تذكرت، بدي وقية صنوبر هندي لأنه ما عاد عندي. بتأمري أمر. يلا السلام عليكم. الله معك وبحضين السلامة يزرعك. آخ الله يوفقك ويفتحها بوشك ويبعد عن طريقك كل مين بمية ما زهر بده يرشك. وجابلي ويا ماما جابلي وحلق الألماس وريته يلبقلي. آخ والله يا ربيعة هالوصف اللي عم نطوس فيه وهالنعيم يلي انت فيه بدل على راحة ضمير وانشراح. إيه لكن لأني بهيمة، والبهيم طول عمره مرتاح. ليش؟ لأنه بهيم ما بيعرف كوز الذرة من حبة التفاح. ليش؟ لأنه غشيم، وأنا كنت ذلك البهيم وذلك الغشيم والله العليم. إيه لا ربيعة، لا ما بصير تحكي عن حالك هيك، ولا تحطي التشاؤم ببالك. وإذا كان اليوم طريقك معتم وحالك الله بعد اسمه رح يجعل لك يا سالك. بس ما يكون عمره رايح من هالك لمالي. المهم يا سميحة ويا إنعام صار فيي مثل الأفلام، وحتى ما كتر الحكي وزود اللعي رح ورجيكم بالعين كل شي صار معي. فوتي يا بنت، فوتي ولا تستحي. معلش طبسي على الأرض ولا تشلحي. مرحبا ربيعة. فوتي يا بنت، فوتي سلمي على ستك الجديدة. مينو هاي؟ هي الصانعة اللي وعدتك فيها، شو نسيتي؟ لا ما نسيت، بس ما عاد بدي صانعة. وليش ما بدك اياها حبيبتي؟ حرام مضوعة، على حساب انت مزنوقة على صانعة وملوعة. صحيح، بس أنا بدي إياها صغيرة بالسن، يا دوب 11-12 سنة، مو كبيرة منين ما رنيتها بترن ومنظرها بغير ومدهرنة. حاكم انتو رجال عينكم لبرا، وما في لقمة بتمكن مرة. ربيعة ماني مصدق أداني يصدر عنك هالشي، قال مجنون يحكي وعاقل يسمع. عيني بقلعها من وشي إذا بهالبنت بدها تطلع. بعدين انت بعيني بتضلي البدر، فشر البدر انت أحلى، وإلها العتبة وإلك الصدر، وإن ما عجبتنا منقلعها لبيت أهلها. قربي لعندي يا بنتي. حاضر ستي. شو اسمك انتي؟ فريزة نعناع. عند مين تشتغلي كنتي؟ عند جماعة بالقصة. وشو اسم ضيعتك؟ ضيعة بعيدة ما بتعرفيها. ما بهم، حابة اسمع صوت فريزة واتعرف عليها.
بتعرفي تطبخي؟ كنت ببيت سيدي اطبخ واغسل واجلي وعزل وخيط وفصل واعتني له بولاده الصغار وربيهم. وليش تركتيهم واجيتي تشتغلي عند غيرهم؟ قولي، بالظاهر هن قلعوكي؟ قولي ليش تركتيهم؟ ليش هن صرفوكي؟ سيدي الكبير طلب مني سايره ما رضيت، خفت على حالي منه ورحت ركيد. حكيت لأمه الختيارة، قامت طيبت خاطري بكم عبارة وعطتني مصاري وأجرة السيارة وقالت لي برافو عليكي يا بنتي، شريفة فتي لعنا وشريفة طلعتي. وهذا سيدك ما عنده مرة؟ الله بالعمر يزيدك مطلقة. وكيف لحتى اجتمعتي بجوزي؟ بعد ما طلعت من البيت صرت أطلب مساعدة الناس، والحجي دكانته بخان الزيت وشفته على الأساس، شفق علي وطلب مني إني أخدم عنكم، وقال لي مرتي ست لطيفة وحنونة، وحسيت إنه ما في منكم، وشكرت ربي اللي ما بينسى يرزق الدود بقلب الصخر الجلمود، مع إنه قالوا لي مو كل حجي حجي ولا كل شيخ ابن أصل، بس أخلاق هالحجي فرجة وجمالك بيطير العقل. عدي هنيك على طرف البحرة. ايه ربيعة، شلون لقيتيها؟ باين عليها مهذبة ومطيعة وما فيها علة ولذيذة. الحقيني لقلك يا فريزة. هي الأوضة اللي راح تنامي فيها، صحيح ما فيها فرش على الموضة بس لطيفة ومنمنمة ويا عيني عليها. على كل حال أنا عندي فوق فرشة زايدة وشرشف والحاف ومخدة، وراح أجيب لك ترابيزة بركي فيها الفايدة، بيجوز تصندي عليها شي وردة. كتر خيرك يا ستي. انتي كنسيها ورتبيها على مهلك على بين ما أطلع أدور لك على أغراض تلبقلك. خدي المقشة ورشي الأرض بالمي كم رشة حتى ما تطلع الغبرة وتتوسخ الفرشة. الله يخليكن يا ستي. ايه ربيعة، شلون شفتي لي هالبنت؟ يا سيدي فوق ما تصورت، من أنو ناحية؟ يعني باين عليها شاطرة وخفيفة وبالشغل ايدها ماهرة ونظيفة. انت شوف بيت المونة شلون صار يا سيدي، فركت البلاط بالليمونة بعد ما كان كله شحار، وليفت الأطرميزات وعزلت الرفوف وضبت المطبخ وشطفت كل الصاليات بدون ما تنادي لي او تصرخ، ورجعت كل شيء لمحله بدون ما تسأل، ورجع بيتي احلى من الاول. بس فشرت تكون أشطر منك، بعدين هي صغيرة ما بتتعب وسنها أصغر من سنك. هو انا دائما بقول احلى مني الله خلقه، اشطر مني دم من فلقه. يا ستي الحمد لله على التوفيقة. تعرف انا حبيتها كتير لهالمخلوقة، باينتها ذكية كتير وعيوقة. صحيح، وما بتحسي عندها فرطة أو مجلوقة. بجوز بس شو؟ بس يعني لو ما كانت حلوة بهالشكل، جمالها يا شيخ بيطير العقل. بالعكس، هي أحلى خصلة، والحلاوة عمرها ما كانت علة. أنو أحسن يعني تتصبحي على بكرة بوش مثل الفل الريانة ولا بوش مثل العنزة الجربانة؟ تف من تمك، شو عم تحكي يا رجال؟ بعدين إن الله جميل يحب الجمال. ليش أنا حابك لكان؟ بس هالبنت يا حمدي جمالها فتان، صحيح جمالها من بعدي بس عيونها مثل الغزلان. ربيعة، ليكون أنت منها غيرانة قوليها. ليش كل هالقد شايفني حيوانة حتى شبه حالي فيها؟ وأنا هيك عم أقول، قلت لحالي مو معقول. بس أنا خايفة عليها من أجير السمان وأجير اللحام وهلم جرة، هدول بطير عقلهم إذا شافوا بقرة. ليش أنت رح تبعتيها تجيب أغراض من السوق؟ ما بيخلى الأمر إذا كان الواحد مزنوق. ولا يهمك، من هلأ ورايح أنا رح أجيب الأغراض، ابتداء بالسكر والرز وانتهاء بالحفاض، منيح هيك؟ بس هذا تعب عليك. لك ما في تعب يا عمري ولا شي، انت على رمشي بتمشي، انت بس امري ومن عندي طلبك ماشي، انت بس تمكيجي وتغندري. تسلم لي ما أحلاك يا حمدي. بعدين يا ربيعة، أنا ما بقدر أهمل البنت، بخاف من الله وعقابه، وبخاف يوم القيامة إذا سئلت ما أعرف جاوبه ويحرمني ثوابه. يا عيني عليك يا حمدي، أنت نظيف مثل المرايا وطول عمرك بتخاف على الولاية. إيه طبعا، وخاصة إذا كانوا صبايا، لأنه ما بتعرفي هدول بتحوم حواليهم النوايا. الله يقويك ويديمك حتى تفعل الخير على طول.
امين يا ارحم الراحمين. وين قايم؟ لسه ما اكلت. حبيبتي شبعت، رح انفذر. خد هاللقمه لكم من ايدي. ايه بدي اكلها من ايدك ولو بدي انفجر. يلا دايمه. لوين قايمه؟ بدي لهم الصفرة. حطي من ايدك. شو نسيتي البنت؟ لازم تعوديها على الخدمه بالصخره. صح، صدقني لسه ما تعودت عليها. يا فريزه تعي ارفعي الصفرة. على عيني وراسي، ان شاء الله صحة وهنا. على قلبك. لازمكم شي كمان؟ يرضى عليكي، عملي لنا كاستين شاي لكان. على عيني. الابريق والببور جوا على الرف وجنبهم علبة الكبريت، ويمكن السكر والشاي حاططهم على الدف، ان شاء الله اكون ما نسيت. مزبوط ستي، شفتهم. يا سلام عليك يا ربيعة على هالعيشة الهنية. فعلا عايشة مثل الأميرة بالدلال والنعيم. صحيح، ما بقلكن لا. جوزي حمدي كان مدللني ومخنمني ومستتني ومو منقصني شي، وكان يصرف علي سواء معه ولا ما معه، وكان يحب يعيشني بالجخ والرخ، ويحبني اتباهى واتغاوى وما حدا قدي، وميلي يا ربيعة ومسندك حمدي. وشو يقول لي؟ بحبك تلبسي حرير ولو كان مفتوق، وتحطي على راسك جورجيت ولو كان مشقوق، وتلبسي ذهب ولو كان مسروق، وتجيبي صبي ولو كان مخنوق. يبعت لكم الهنا. عم تضحكوا علي انا؟ لك شو بدنا نساوي؟ بدنا نضحك ونمرق وقت. حاكم شامة بقصتك ريحة بلاوي ورايحين على المقت. خلاصة الملخص يعني. كملي ربيعة. الحاصله يا حبيباتي، بلشت هالايام تمر وتمرق، وانا وهالبنت مثل العسل على البندق، وحمدي عاجبه هالامر وماله بهالموضوع لا زبيب ولا تمر. يلا، في حدا؟ الحمد لله رب العالمين على نعمه. صحة وهنا ان شاء الله. على قلبك يا حياتي يا ربوعة. يا فريزة بدي اطلب منك طلب يا ست الكل، بس لا تزعلي مني. يبعت لي حمى وداء السل، ليش لا ازعل ابن عمي؟ يا ريت انت تطبخي، مالي حابب طبخة. فاصولية الحب معك بترتخي، بس معها خايف تعمل لي نفخة. يو، شو هالحكي يا حمدي؟ ليش فكرك هي اللي عم تطبخ؟ ما بعرف، هيك ظنيت. هو بيني وبينك يا ريت، والطبخ كتير بيسعدها، بس بصراحة طبخ البيت ما بحب سلمه لحدا. الحق معك، لانه اذا طبختي بايدك بتعرفي شو عم تتحشي بمبلعك. هي صحيح بتعاوني بتفصيص الثوم وتقشير البصل، بس اني سلمها تطبخ ابدا ما حصل، صدقني يا عيوني. يسلموا لي عيونك، يسلموا لي هالعيون، بس تاني مرة بكون ممنونك لو رشيتي على الفاصولية شوية كمون. لك تأمر يا حبيب قلبي. يلا خلي لي اياكي يا رب. ستي خلص من عنا الشاي الاخضر، انت حطيت لكم شاي احمر. شو هالحكي؟ هي نسوة تنتسى. على كل حال معلش، فريزة بجيب معي بكره المساء. وين رايح؟ ما بدك تشرب الشاي؟ بدي اتوضى وصلي العشاء. هلا بيبرد الشاي. بحبه من ايديك خمير يا حلوة. بحبك العافية يا عيوني. يا حياتي انا على هالهنا دي انا. فريزة روحي ناولي سيدك سجادة الصلاة والبشكير، وينك اشطفي بدربك بيت الخلا، وخدي معك هالصحن وهالكفكير. حاضر ستي.
غفرانك يا ربي غفرانك. اللهم يبعدنا عن الحرام والنظر الحرام بجاه الأولياء والصالحين وسائر الأنام. غفرانك يا ربي غفرانك. شايفتك عم تستغفر ربك، ممكن أعرف شو ذنبك؟ يا ربيعة هي رابع مرة بتوقع عيني على شعراتها، يعني نص شعرها باين غطاها صحت على كتافها. إيه ما بيجوز، والمسكينة ما في مجال تخبيهم مني. سلام قولا من رب رحيم. شعرات مين؟ يعني مين في غيرها بالبيت يا ربيعة؟ وليش هيك تضايقت وانهزيت؟ ايه شو هالشغلة الفظيعة؟ إذا ظنيت الشغلة أكبر، يو أنت التاني. ما بقدر أعمل منكر، ما بيطاوعني وجداني، وإذا بدك شغلة أخطر رح أحكي لك بلساني. هات لشوف. هذا يا ستي طلعت من البيت بكير وتركتك تنامي لضحوة، وقلت لحالي بطلب من فريزة تعمل لي فنجان قهوة. بس عفوك يا ربي، عفوك يا ربي، عفوك، دخيلك لا تاخذني. ايه كمل شو صار؟ ها لمحت البنت بكسر الهاء دون قصد، وركبتها مكشوفة عم تسقي مثل البلهاء حوض الورد وما لها حاسة بهالشوفة. غضيت نظري وقريت سورة التوبة والغافر، خفت هالنظرة تكون محسوبة عند الملائكة بالدفاتر، وطلعت من البيت متوسوس وتوسلت للأنبياء تتشفع لي، وقعدت بين التجار بالمجلس ومن برجه طاير عقلي. بقى الله يرضى عليك يا ربيعة، قولي للبنت تلبس وتتستر لي، اضمن لي. يعني هلا مشان شوفت ركبة عم تقرا سورة التوبة؟ يعني يا أنا بطيبة قلبي جدبة، يا أنت صايرة أخلاقك عجبة؟ ولك حبيبتي أنا خايف على رزقة المحل، لأنه إذا أذنبت معها الرزقة بتقل. ايه بس يا حمدي الدنيا حرائي، ايه مو معقولة لبس البنت لكاحلة؟ خوش هي ما بتمانع وبتجي على مرائها، بس مو معقولة ضايقة. ما بعرف يا ربيعة، المهم أنا حكيت ونبهت. ايه قوم يا قلبي قوم. لو بدي قوم نشرب الشاي على المشرقة، مبينتك معصب عن حقها. قومي. شو هاد؟ قسما بالله الحالة ما بتجوز. يعني بيهون عليكي إذنك كل ما دقت الجرة بالكوز. خير شو القصة اليوم كمان؟ لازم هالمخلوقة تتستر وتحتشم، كل شعرة شفته هلا، ولازم هالأمر ينحسم قبل ما بنار جهنم اتعلق. ليش شو شفت شي؟ معلوم شفت شي، شفت كل شي. شو شفت؟ شفت ايديها من الكوع لتحت، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. بقى شلون الله بده يفتح ابواب الرزق بوشي، وشلون شغلي بالدكان بده يمشي. بقى خلي البنت تتستر او من بيتنا هلا تتيسر. طول بالك يا حمدي، هالشغلة دبارة عندي، بس بدي اسألك. اتفضلي. فكرك هالبنت قاصدة تورجيك حالها؟ لا اشهد بالله، بالعكس المخلوقة مو بهالوارد الله يعينها. والمشكلة يا ربيعة انه لا بقدر اتخبى منها ولا بتقدر مني تتخبى. بقى شو ذنبي يا ربيعة وشو ذنبها؟ طيب انت ليش بتدقق كتير وبتعصب بلا طعمة؟ اذا كان بدك ياني اكل مش بالعتمة. على كل حال انا عندي الحل. شو هو؟ افضل شيء نستغني عنها ونسفرها لبيت اهلها. بس انا تعودت عليها يا حمدي، وانا بالشهر التاسع وما في حدا عندي. بيهون عليك تعبي يا ابو حامد. لا حول ولا قوة الا بالله. لا والله يا ربوعتي ما بيهون. اصبح لا تخليها تروح، خاصة انه اهلي دريوا انه في عندي صانعة عم تخدمني، والكل حسدوني عليها، وفي منهم طلبوها مني. بس انت لا تنخض ولا تفكر، انا رح خليها تتستر قدامك قد ما بتقدر. شوفي يا ربيعة، انا عندي حل شرعي وديني. شو هو؟ والمطلوب تطاوعيني. انا بأمرك حبيب قلبي، بس شو هو؟ شو رأيك يا بنت الحلال لو كتبت كتاب براني عليها وبهالحالة رح... نعم؟ شو عم تقول؟
يا ربيعة شوفة الحرام صدقيني بتقطع الرزق الحلال، وما بدي يصير فيني على نفسي هاجنت وصال. ومنو هاي وصال كمان؟ هيك بيقولوا. وينك؟ عندي حل أمثل وبتصوروا أفضل. وشو هو الحل بقى؟ بناخد فريزة لبيت أخي تخدم عندهم، وأخي مثل يا حبيبي عليك، أخي بدك صانعتي فريزة تروح تخدم سلفتي عزيزة؟ يا عيني، يعني ما بقى غير ضيف الفارة لوز والجرادين تاكل موز. هي من غير شي رافعة مخار علي، بقى كيف إذا صار عندها صنعة؟ لا ما عزبت بنوم. طيب شو أعمل لكان؟ لاقي لي حل، الله وكيلك رزقي انقطع بالمحل. ماشي الحال، انت روح على دكانتك وخليني افكر على مهل. انا مسرورة كتير لأمانتك، وإلا ما لاقي لي شي حل سهل. ماشي الحال ربوعتي، يعني الله يختار لي فيه الخير. يلا سلام عليكم. وعليك السلام. بدك شيء قبل ما امشي؟ لا. السلام عليكي. بحبه. بدك الحق؟ تصرفك يا ربيعة حلو، وهيك الناس بيعملوا. يعني انت ما احلاكي وباعتي صانعتك لبيت سلفتك، لك شو انت زارعة على ارضها فجل؟ ولا رح تصدقي انك انت وياها رح تصيروا اهل؟ ولك فشرة، السلفة بتضل سلفة وما بيلبق للمدح، وعمرها ما كانت صاحبة لهفة، والقريص ما بينفرك على الجرح. طبعا. اسمعوا يا جماعة، أنا مرة إجت لعندي سلفتي، وعلى غفلة إجتني كريزة قالت لي ريت الوجع لمعدتي، رح أجيب لك شوية مهنيزة. ولما طولت طلعت من غرفتي، رحت لقيتها عم ترقص على الترابيزة. طبعا السلفة مكيودة وبترقص بعزا ستة. سمعينا هلا. المهم قولي لنا قصة جوزك، لأنه على هوا الحكي ما بيهون عليه يشوفك بارمة بوزك. المهم يا حبيباتي، فكرت على مهلي وشاورت عقلي، وبيوم من الأيام ونحن عم ناكل محلي صار حمدي ينق الناعم ويردح لي. كل الأراني مسدودة يا ربيعة، ومع إنه السوق ناشط ما عندي لا شروة ولا بيعة، وبصراحة مالي ناوي أصرف من الرسمان. يوكل الله يا رجال، التاجر مثل الشجرة بينكسى وبينعرى. صحيح، بس في شي بحياتنا مو طبيعي، حتى الله موقف رزقي، وخايف لكون عامل لي شي عملة والله بعد اسمه عم يجازيني على عملتي. فكرك يعني إنه طبعا شوفة الحرام ممنوعة شرعا. طيب إن قبلت عرضك بتعاهدني إنك تصون عرضك؟ ما فهمت عليكي. يعني إذا كتبت على فريزة كتاب براني ما بتعمل لي كان إيماني؟ شلون يعني؟ يعني بتعاهدني إنك ما بتحكي معها لا كلمة نازلة ولا كلمة طالعة؟ معقول يا روحي اترك السد والحق الصانعة؟ شو هالحكي اللي بيهز البدن؟ إن شاء الله يتحشوني بالكفن إذا كان ببالي بال، بس كل القصد يعني إذا وقع نظري عليها وهي عم تشتغل بتكون هالنظرة حلال. طيب إذا كان هيك ساوي اللي بيريحك، لأني بصراحة ما بقدر أقعد بلاها. ولا يهمك يا ربيعة، أصلا رفيقي مع صنعته سواها ولحد هلا عايش مثل الأخوة هو وياها. طيب إذا كان هيك الله يرضى على رفيقك وعليك. إيه هيك ها؟ لك يسلم لي هالوش يلي ما بحسن خونه بنظرة غش. خدي دوقي هاللوزينة، هي من حلب محشية باللوز، جاب لي اياها صانعي ابو الزوز. الله يخلي لي اياك يا رب. صحة وهنا. طيبة. آمنتي بالله ترارارارم، آمنتي بالله نور جمالك آية من الله، آمنتي بالله ترارارارم. يلا مع ضيوف وأحبة، يلي جوا لا يطلع لبرا ويلي برا يفوت يتخبى. اتفضل يا شيخنا، تفضل شيخ بكري. يلا اهلا وسهلا. وعليكم السلام. يلا السلام عليكم. اتفضل لصدر يا سيدنا. شكرا.
ستي اجا سيدي ومعه ضيوف. وليش هيك ملهوجة؟ سمعته دايما هيك عادته، ما بيقول لي انه حيجيب ضيوف سيادته. ومين يلي معه؟ معه 2 أفندية وشيخ بحطة بيضة. ما كذب خبر الزلمة القريضة. يا اهلين وسهلين شيخ بكري، اشرقت الانوار. شكرا يا ابو حامد شكرا. ايه سيدي ان شاء الله البنت جاهزه، حكم بدي خلص شغلي قبل ما الكم باي باي. بس مو معقوله قبل ما تشرب كاسه شاي. يا سيدي انتوا الكريمين ونحن المستاهلين. الله عليك يا شيخ بكري. الله يخليك. كيفك ربوعتي؟ يلا يا بنت، خليكي واقفه جنب الباب، واذا سالناكي سؤال بتردي جواب. جواب شو سيدي؟ مثل ما عم لك الشيخ اجا مشان يكتب الكتاب. كتاب شو؟ ولك كتابك علي. كتاب شو؟ كتاب شكلي صوري مشان الحلال والحرام، هيك الاصول، واتفقت انا مع ستك اذا حابه تضلي معنا على طول. ليش انا رح لاقي احسن منكم؟ إيه ما رح يصح لي، والله انتوا اعز من اهلي. ولازم تفهمي انه كل شيء رح يضل على ما هو، غرفتك تحت الدرج ونومتك على ما هي. يعني كل شي رح يصير حكي بحكي، بقى لا تفرحي كتير وتضحكي. وبدي اياك تفهمها يا حمدي انه تضل انا الست وهي الجارية، والشغلة كلها من ترتيبي، مو المي من تحتي جارية. فهماني شو قالت ستك؟ فهماني سيدي. وانتبهي على شو فهمتك. اي شيء رح يقلك يا شيخ بتقولي ايه؟ طيب مثل شو سيدي؟ مثلا بيسألوكي بتقبلي تتجوزيني على سنة الله ورسوله؟ بتقولي نعم قبلت. بيسألوا لأنه قبضتي مهر؟ بتقولي نعم قبضت. بيسألوكي قديش قبضتي بنات؟ بدهروا هدول، بتقولي مثل ما بده سيدي، هو الرجال وأنا البنت. ليش رح تكتب لها نقد؟ إيه طبعا ما بيصح العقد بدون كتابة نقد، وأنا رح أكتب له 10 دراهم فضة مقدم ونصهم مأخر، مثل ما قلتي ربوعة، يعني شغلة حكي بحكي. اوعك لما بيسألوكي تتلبكي، خليكي بالأوضة وعلى نصتك، والأخذ والعطا من وراء الباب وعلى مسمع من ستك، فهمتي؟ مثل ما بدك سيدي. لك ليكو التاني على هالكلام السخيف، مو مثل ما بدي، مثل ما بده الشرع الحنيف. إن شاء الله يا ربيعة ربي بعد اسمه ببحبحها معنا، لأنه نحن عملنا ما استطعنا. ربوعة حبيبتي لك كل شي فداكي بيهون. ايه يا ابو حامد شو صار معنا؟ انا مستعجل عندي موعد ببيت الرتة. يا سيدي كل شي جاهز، والبنت موجودة بالأوضة مع ستها. عظيم. هلا صارت موافقة البنت ضرورية، وانت يا ابو حامد لازم تضل قاعد هون لحتى نترك للبنت كامل الحرية بالرضا والقبول. بتأمر أمر يا شيخي. استغفر الله. شرفوا يا شباب. شرف شيخي شرف. يا الله يا الله يا الله. شو شيخ بكري؟ طمني مش الحال؟ الحمد لله مشي الحال. وقبلت توكلني، قال هي يتيمة ما لها حدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ستي بدي اسألك. شو بدك هلا؟ العمى ما اسألك. ليش سيدي ما جاب معه سبت؟ سبت شو؟ سبت سكاكر وراحة يلي بيجيبوا العريس لعروسته بليلة الدخلة. ليلة الدخلة؟ يا ريتك تدخلي على نار جهنم إلهي. ليش ستي؟ مو تجوزني قبل شوي وخلاص؟ جواز قبرصي إن شاء الله، ما قلنا لك الشغلة كلها حكي بحكي مشان الحرام والحلال؟ يعني وضروري يكتب كتابه علي وتجي كل هالرجال؟ هيك عقله، قال حتى يتوفق بشغله. القصة وما فيها إنه هو صاحب دين، وإنتي عديم ووقع بسلتين. ايه سيدي
ان شاء الله الف مبروك. كل شي صار على تأنينه، سبحانه ربي يلي يسر لنا دينه. ايه والله يا شيخي سبحانه. تشربوا شاي اخضر استيكانو؟ ما في مانع، بس مستعجل بدي لحق الصلاة بالجامع. صح، الحق معك بتحب كل شيء باوانه. شيخ بكري. هاي يا بنت اتستري منيح وروحي على المطبخ اعملي لنا كاسه شاي استيكانو اوام. ما شاء الله ما شاء الله، وكان طول وأوان فتان مثل عود الرمان. تعي فريزة، عدي هون. اسمعي، ما رح يختلف شيها، بتضلي انتي صانعتي وانا ستك، وكل شي بده يمشي مثل ما فهمتك، يعني انا فوق وانتي تحت مثل ما لنا قاعدين بهالجلسة، واوعك تعملي شي من تحت لتحت، انا وراكي على الدعسة، فهمتي ولا ما فهمتي؟ فهمت ستي فهمت. الله معك، مع السلامه شيخي. الله معك حبيبي، الله معك حبيبي. يمكن راحوا، ضبي شعراتك. ومنيح يلي انتي على نياتك. اوف راحوا. اتضايقتي حبيبتي مو هيك؟ ضايقت لاني اشتقت لشوفتك والقعدة معك. كل هالقد بتحبيني يا ربيعة؟ هو والله فشل عمر بن ابي ربيعة. وليش لحتى ما احبك وانت عم تساوي كل شي بريده؟ إليش بيسترجي العبد يرفع راسه قدام سيده؟ ولك تسلم لقلبي على هالكلام الصدق يلي بيخلي قلبي يطرق من جوا طرق. شايف لك قعدتنا هون إيه ما لها جنس الطعمة. امشي لأوضتنا حتى نغير النغمة. ليش لا؟ امشي حتى لعبك دقين برسيس نخزي فيهم بليس. وانتي فريزة رجعي الكراسي لمحلهم واشطفي أرض ديار وروحي نامي بأوضتك، بكرة عندك طبق غسيل والمطبخ بده تعزيل. قومي قومي، ما سمعتي شو قلت لك ستك؟ مبلا سيدي مبلا، بس عم بستناكم لحتى تطلعوا من الغرفة لأنه بدي كنسها وأعمل للعتبة شطفة. والملائكة عم تحوم حوالي. لا تقولي كله هذا رضا ولله الحمد، وعهد الحرام انقضى وحطينا له حد. الله يوفقك يا حمدي وياخد بيدك. المهم أنا رايحة اليوم على الحمام بدي أقضي نهاري. حلو يا ستي نعيما سلفا. شو هي نعيمة؟ بدي مصاري. فهمت عليكي، تكرمي. خدي قد ما بدك وتنعمي. هي اجرة الحمام لأم بكري إلي ولصانعتي، وهي للجواني وهي للبراني وهي بخشيش علشاني. خدي كمان خدي. ليش الطمع؟ أنا مالي طماعة، الطمع ضر ما نفع والعبرة بالقناعة. طيب وهي مني إكرامية. روحي بقى انبسطي وتهني يا حورية. الله يرزقك يا رب. لكن رح أعمل طنجرة مجدرة ورح آخذ معي مخلل، بتعرف النسوان بيحبوا القرقرة، إذا تعوقنا لا تسأل. لا ما راح اسال يا ستي، هنا بكل لقمه. على كل حال اذا انا تاخرت وما رجعت على البيت راح اتغدى مع جاري الخياط قربيت. ايه يلا. يلا انا رايح. بدك شيء؟ سلامتك، الله معك. خدي راحتك وتحممي ونعيما سلفا ان شاء الله. الله ينعم عليك، الله يفتح يخليك. بوشك إلهي. الله يسلمك. فريزة يا فريزة تعالي. نعم ستي. خلي عندك شوية ذوق واطلعي عاونيني ضب البقجة، بدنا نبكر بنروح على الحمام. يلا. إيه بس أنا ما بقدر أروح معك يا ستي. وليش بقى؟ هيك يعني حاسة بشوية برد وبدني عم يفور ويهمط وشعر جسمي واقف مثل جلد الأنفود. ايه لا ما في فكة، بدك تروحي معي، بدك تساعديني بحمل البقجة، حاجة لعي. حاضر ستي، من شانك رح أصبر على وجعي. اهلين اهلين وسهلين بربيعة خانم حبيبة قلبي. اهلا فيك يا بكري. شو؟ امتى بدنا ناكل كراهية الصبي بالصلاة على النبي؟ قل هو الله احد، ايه ولا يجي الصبي. بالهنا ان شاء الله. ايه الله يطعمك الخلاص والخلقة التامة بين الناس. يسلموا ان شاء الله نعيمة. اوف شو هالحرائي،
بهالخطوتين من البيت لهون انت زعمرائي. وينك يا عم حدو؟ تعي خدي الباقي من البنت وفوتيهم حطيهم عندك بالدهليز، وقولي لأم عبد البلاني خليها تتوصى بالتراب الحلبية والتكييس. على عيني، تكرمي ام بكري. ستي زاد علي الوجع ومغصتني مصاريني، وخايفة على حالي اوعى وتتلبكي فيني. إلك عن خدي هاي المفتاح، معي مفتاح تاني، روحي بوشك على البيت واغلي شوية نعنع ودهني بطنك بالزيت واستنيني لأرجع. خدي. كتر خيرك يا ستي. روحي من طريق السوق ولا تفتحي الباب لحدا ها. خلص ستي، ما رح افتح لمخلوق. حتى هاتي المناشف الصرمة يرضى عليكي. يا عم شو الشوق هذا؟ ما بطلع يا ماما، ما بطلع إلا بحلق الماس. شو ربيعة خانم، شايفتك ما تحممتي؟ ما تحملت يا ام بكري. ليش كفى الله الشر؟ الدنيا شوق وهالولد بكري، فقلت لحالي يا بنت تعي بكره على رطوبة وبكري، أحسن ما يصير شي لهالولد. هيك فكري. الحق بإيدك، ما في أصعب من المصابحة الماسية. على كل حال أهلا وسهلا فيكي ربيعة خانم. أعطينا كاسة شاي يا أم حدو. ما في لزوم، ما في لزوم، خليلي روح أحسن لي. تفضلي، هي إجرة الحمام يا أم بكري. يو شو عم تحكي أنت؟ إيه أنت ما تحممتي بالمرة، شلون بدي آخذ منك إجرة؟ تسلمي لي. خدي مني ولا تكسفيني. طيب ماشي الحال، رح آخذ، أنت الكريمة ونحن إن شاء الله بنستاهل. وهي لأم حدو خليها توصل لي البقجة للبيت. يسلموا إيديكي، خليها تروح معك توصلي. لا بروح لحالي، معلش مو لهالدرجة. يلا خاطري. الله معك، مع السلامة ربيعة خانم. يا أم حدو. يا فريزة، لك وينك يا بنت؟ وينها هي؟ فريزة، لك وينها هي؟ فريزة، يا فريزة، وين صارت هي؟ فريزة، فريزة، لك فريزة، لك فريزة، ولك فريزة، لك فريزة افتحي خلصيني. شو عم تعملي بوطي؟ اوام اخذتي وش علي وانفرطتي؟ والله لخلي حمدي ورجيكي الجو الدور. لك افتحي خلصيني، افتحي بابك. اخ يا خاينة يا غدارة، تفوق عليكي يا فارة. والله لا اعمل فيكي العمايل، والله لا اعمل من لحمك فدايل. بعد هيك انت الثاني بعد هيك. خلص بقى، شو صار لك؟ شو صار لي؟ عم تدافع عليها كمان؟ هص ولا حرف، لا تعملي لي فضايح. ولك عين تحكي انت الثاني؟ وليش لحتى ما احكي؟ كل القصة وما فيها انكم صرتوا مثل بعض. كتبت كتابي عليها حسب السنة والفرض، وما في لزوم تسبيها وتمسحي فيها الأرض. آخ يا راسي شو عم بسمع؟ عمري ما عرفت الحرام، والشرع سمح ب4، كل وحدة إلها 3 أيام ما عدا يوم الجمعة.